كتير بيحصل معانا. أعتقد كل الناس كان بيحصل معاها الموضوع ده. فكرة إن أنت يعدّي منّك اليوم كامل وتلاقي نَفْسك يعني في task مطلوبة منّك كتيرة كانت خلال اليوم، وتلاقي نَفْسك إن أنت عدّى بيك اليوم وما أنجزتش أي حاجة أو ما أنجزتيش أي حاجة من الtask المطلوبة منِّك، أو عدّى منِّك الأسبوع وما أنجزتيش أي حاجة في الأسبوع ده من الحاجات اللي المفروض إنِّك أنتِ تنجزيها، أو حتى لشهر. تلاقي الشهر عدّى وجري وبرضه ما أنجزتيش أو ما أنجزتش أي حاجة من الtask المطلوبة منّك. طب هل أنتِ ما أنجزتيش حاجة أو ما أنجزتش حاجة قِلّة وقت منّك؟ يعني مثلًا هل أنت ما عملتش ده عشان ما كانش عندك وقت؟ لأ، ترجع تبُص كده تقول لأ، ده أنا كان عندي وقت كبير خلال اليوم، بس ليه رغم إن أنا عندي الوقت ده ما قدرتش أنجز أي حاجة؟ سواء بقى كنت حد بيشتغل task مطلوبة منّك في الشغل، أو كنت طالب في الكلية، أو تحديدًا كمان خصوصًا ثانوية عامة بيحصل معاهم أكتر الموضوع ده، أو حتى لو واحدة يعني سِت بيت مثلًا ومطلوب منها حاجات في البيت ولقيت نفسنا اليوم اتسرق وما عملتش أي حاجة، رغم إن ده مش طبيعتي، يعني ده مش طبيعتهم. الحاجات دي حصلت معاهم حاجات مش من طبيعتهم، يعني هم من الناس يعني بيشتغلوا بيخلصوا شغلهم والtask بتاعهم أول بأول، لكن في فترة من الفترات لقوا نفسهم حسوا إن هم إيه، مش قادرين إن هم ينجزوا الحاجات اللي عليهم، بيلاقوا اليوم بيتسرق منهم ومش بيعملوا أي حاجة، رغم إن بيكون عندهم وقت إن هم ينجزوا الحاجات دي. أكيد ده حصل مع كل الناس، سواء كنت طالب، سواء كنت بتشتغل في شغلك حصل معاك كده، أو يعني في الحياة عمومًا عندك حاجات معينة المفروض تعملها وتلاقي نفسك اليوم اتسرق منك وما عملتش أي حاجة. الفكرة بيحصل معانا كده ليه؟ وده بيحصل مع كل الناس، استحالة تلاقي إن حد ما حصلش معاه كده. بيحصل معانا كده لإن إحنا طبيعتنا كبني آدمين بنبقى مزاجيين شوية. يعني إيه مزاجيين؟ يعني ما بنحبش فكرة الروتين. لمّا بتبقى قدّامك حاجة يعني حاجة مكررة كل يوم، بتلاقي نفسك إن أنت إيه، مش قادر إنك أنت تكمّلها، ممكن تيجي في النُص وتلاقي نفسك إيه، مش قادر تعملها. تاني حاجة أو تاني سبب إن إحنا بنبقى داخلين بطاقة كبيرة وحماس كبير أوي، أوي، أوي في الأول، فعشان كده بنيجي في النُص نلاقي نفسنا إيه، مش قادرين إن إحنا نكمّل الحاجة دي، رغم إن إحنا كنا داخلين بحماس كبير، بس جينا في النُص مش قادرين نكمّل. يعني إيه؟ يعني أنت أمّا تيجي تفكّر كده لمّا جيت تشتغل في شغلك أول يوم ليك أو أول فترة ليك في شغلك لمّا جيت تستلمها أو أول فترة ليكِ في شغلِك، هتلاقي نفسِك إن أنتِ كنتِ متحمّسة جدًا وكنتِ بتشتغلي بكامل طاقتِك ووقتِك كان منظَّم وكنتِ فعلًا قادرة تخلّصي كل الtask اللي مطلوبة منِّك. نفس القصة لو جيت برضه تشوف أنت نفسك كطالب ثانوية عامة، هتلاقي نفسك إن أنت أو طالب في كلية عمومًا أو طالب سوري طالب عمومًا يعني، هتلاقي نفسك في البداية أنت كنت برضه بتذاكر كويس أوي ومضبّط كل الحاجات اللي عليك وبتخلّص كل حاجة أول بأول، لكن جيت في فترة في النُص مش قادر إن أنت تكمّل الحاجة عليك، حاسس إن أنت زي ما تكون إيه، متكتِّف كده، مش قادر إن أنت تكمّل أو تواصل نفس أو بنفس الحماسة ونفس الطاقة اللي كانت عندك في الأول. ده بيكون سببه إيه؟ سببه إن إحنا في البداية بنكون داخلين بكل طاقتنا وبنستهلك طاقة كبيرة جدًا ووقت كبير جدًا في الحاجة، رغم إن يعني وقت مبالغ بيه فيه في الحاجة دي، أو يعني حماسة كبيرة أوي للحاجة دي، لإن إحنا بنبقى في البداية شغوفين بيها وحابين نعرف عنها أكتر وحابين إن إحنا إيه، نكبر فيها سواء أنت في شغلك أو في دراستك، الحاجات دي كلها كانت لسه جديدة بالنسبة لك، فبالنسبة لك عايز إنك أنت إيه، تنجز فيها وعندك طاقة فعلًا ولسه بتبدأ تتعرف. فالمفروض الصح إنك تعمل إيه، إنك أنت تقسّم وقتك. يعني إيه تقسّم وقتك؟ يعني أنت ما تخشش بكل طاقة أو حماس في الأول، لأ، تذاكر لو أنت مثلًا في طالب فتذاكر بالوقت المفروض ليك، يعني وقت قليل على حسب ما أنا باخلّص بس المواد اللي عليَّ، مش لازم أخلّص كل حاجة وما اسيبش أي فتفوتة ولازم أذاكر كمان الحاجات بتاعة الlesson اللي جاي، لأ، ذاكر بالقدر المعقول في الأول، تمام، والحاجة اللي هتذاكرها دي تكون متساوية على مدار الفترات اللي بعد كده، تمام. أو لو أنت بتشتغل برضه ما ياخدكش الحماسة إن أنا هاخلّص كل الشغل اللي عليَّ ولازم كل حاجة تخلص، لأ، ممكن أخلّصها بس بمقدار برضه إيه، متساوي، يعني كل شوية هاخلّص حاجة، كل يوم هاخلّص حاجة، كل فترة هاخلّص حاجة، حتى لو الحاجة دي صغيرة بس هاخلّصها وهاتقنها، بحيث إن أنا إيه، ما خلّصت كل حاجة وياخدني كده الحماس والاقي نفسي بعد كده في النُص مش قادر إن أنا أكمّل. عشان كده دايمًا حتى لو تلاحظ في السباق، لمّا ييجي حد يخش سباق هتلاقي دايمًا في السباق يقول لك إيه، ما يجريش في الأول بكل سرعته، تلاقيه دايمًا ماشي بسرعة عادية،
ما يسرعش. ليه؟ عشان خاطر يجي قبل خلاص النهاية يقوم ايه بقى عنده طاقة ان هو ايه يقدر ان هو يمشي بسرعة فيكسب. لكن الشخص اللي هو خده الحماسة في البداية وقعد مشي بكل طاقته او بكل جري بكل سرعته، هيجي في الاخر قبل النهاية دي نفسه تعب، مش قادر بقى يكمل، خلاص انا تعبت مش قادر ان انا اجري تاني، لان كل الطاقة بتاعتي استهلكتها فين؟ في بداية الجري في السباق. فدايما عندكيش طاقة او ما عندكيش شغف ان انت تكملي، عشان تخرجي من الحتة دي فكرة ان انت تبدأي تعملي ايه بقى، ان انت ودي حاجة انا جربتها فعلا حلوة جدا، ان انت او انت انك تبدأي تمشي تاخدي خطوات صغيرة بس مستمرة. يعني انا هعمل كذا كذا مطلوب مني مهام، وعلى فكرة برضو مهم انك تكتبي الحاجات دي في ورقة. الحاجات دي انا اتعلمتها برضو، انا ما كنتش عارفاها بس بدأت اقرا شوية عنها وتعلمتها وطبقتها ولقيتها فعلا حلوة، فعشان كده حبيت ان انا او مفيدة، فعشان كده حبيت ان انا اشاركها معاكم. انك انت تكتب او تكتبي خطوة خطوة، انا مهم مطلوب مني واحد اتنين تلاتة، همشي فيها ستيب باي ستيب، حتى لو الخطوات دي صغيره، حتى لو هتنجزي حاجه صغيره جدا جدا النهارده مفيش اي مشكله خالص، حتى لو حاجه بسيطه، بس كل يوم حاجه بسيطه حاجه بسيطه هتلاقي نفسك بقيتي شويه شويه يرجع شغفك تاني ويرجع طاقتك تاني للحاجه اللي انت بتعمليها، سواء كان شغل سواء كان دراسه سواء ايا كان الحاجه اللي انت بتعمليها. زي ما تكوني كده بتطلعي خطوه خطوه، زي كانك طالعه على سلم بالظبط، بتطلعي سلمه سلمه بالراحه مفيش اي مشكله خالص، بس عشان خاطر تبداي ان انت ايه تسترجعي الشغف او الحماس اللي كان موجود عندك في الاول. دي كده كانت حاجة انا كانت بتحصل معايا فترات ان انا لما ببقى ورايا تاسك كتير ومش بقدر اخلصها، على الرغم ان انا كنت ببقى متحمسة جدا في البداية، فلقيت ان الفكرة دي عجبتني او قريت عنها فعجبتني، فلقيت فعلا لما بمشي خطوة ستيب باي ستيب كده، حتى لو الخطوات اللي بعملها بسيطة وصغيرة، بس بحس ان أنا ببدأ ان انا اخرج شوية من فكرة ان انا ارجع تاني لشغفي وارجع تاني ان انا اكمل الحاجة اللي مطلوبة مني. لاني لو انت ما عملتش حاجه زي كده او ما عملتش كده هتلاقي نفسك لسه في دوامه ان اليوم بيخلص منك او الوقت بيخلص منك وانت ما انجزتش اي حاجه خالص.